عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حابة أحكي لكم قصة واقعية من التراث العراقي. في أحد الأيام ذهب رجل واشترى حمارا جديدا، ومن كتر ما حب هالحمار وتعلق فيه ما راح حطه ضمن حظيرة الحيوانات، بالعكس راح حمله على كتافه وطلعه على سطح البيت، وراح يعرفه على شوارع القرية، بحيث لو نزل هذا الحمار بيوم من الأيام على الحارة أو على القرية يعرف الشوارع ويعرف يرجع وما يضيع الطريق. طبعا الحمار فرح كتير بهذا القصر العاجي وانبسط. طبعا عمره ما كان يحلم انه يكون هو يعيش فوق سطح بيت ويتفرج على الناس وعلى شوارع القرية. ولما صار المساء طلع الرجل لحتى ينزل الحمار ويتمشيه ضمن القرية، لكن الحمار كان يعند وما يرضى ينزل مع الرجل، وكان ينهق كثير ويخبط بإجريه على سطح البيت لغاية ما البيت صار يهتز. وبهاللحظة الرجل خاف كثير ونزل بسرعة وطلع أطفاله وزوجته خارج البيت. طبعا الرجل وقف على جنب وراح يتفرج على هالحمار المخبول اللي قاعد عم يخبط على سطح البيت بجنون، لغاية ما انهار البيت وتدمر وسقط الحمار ومات. اقترب الرجل من الحمار وكان حزين جدا وقال: والله مو الحق عليك، الحق علي أنا اللي رفعتك وحطيتك بالمكان الغير مناسب لك. انت كان المفروض حطك ضمن الحظيرة وضمن مكانك المخصص لك، لكن أنا ما بلومك أنت على الشيء اللي عملته، بلوم نفسي لأنه أنا اللي كنت غبي وكنت حاطك بمكان عالي وبمكان غير مخصص لك. ومن هون إحنا بنتعلم إنه ما لازم نرفع من شأن الآخرين ونرفع سقف أحلامنا وتوقعاتنا فيهم لحتى ما يجي يوم ويخيبوا ظننا ويخيبوا أملنا ونحطهم في المكان الغير مناسب ويروحوا يخربوا ويدمروا كل شيء ونجي نلومهم ونلوم نفسنا بالأخير. بتمنى تكون هالقصة نالت إعجابكم، بتمنى تكونوا استفدتوا منها شيء مفيد ونافع، وبتمنى نعطي لكل ذي قدر قدره وما نبخس بمن لهم قيمة وقدر، وحتى ما نندم مثل ما ندم صاحب الحمار.